السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. اليوم حنقدم لكم سلطه سيزار بواحد لاصوص تجي بزاف بنينه. يلا معايا نشوفوا طريقه تحضيرها. عندنا هنايا خبز توست حوالي 3، نقطعوهم مربعات صغار. حطيتهم في صينيه. عندي سنه ديال الثوم، درت لها شويه ديال زيت زيتون وشويه ديال فلفل اسود. ندهن الخبز تاعنا مليح باش ما يجيش صامت ويجي بنين، ونديرو في الفرن يتحمص. عندي هنايا لي زيسكالوب، درت لهم سنه ديال الثوم، شويه ديال الزيت، 4 ملعقة صغيرة ديال الموطارد، و4 ملعقة صغيرة ديال طماطم مصبرة، شوية ديال فلفل احمر، فلفل اسود، شوية توابل دجاج، وشوية ديال الملح. ندهنو ملح لي زيسكالوب تاعنا. نرمدهم في الفارينة، ومن بعدها في البيض، ومن بعدها في لاشابلور. نديرو نفس الطريقة مع كامل لي زيسكالوب. في مقلة ندير شوية ديال الزيت، ونقلو لي زيسكالوب ديالنا. قطعوهم مربعات صغار. دوكا نوجدو لاصوص تاعنا. غليت 3 حبات ديال البيض، عندنا هنايا ملعقه صغيره ديال الموطارد، 6 حبات فرomاج، سنه ديال الثوم، وشويه كورنيشو، 3 حبات ديال البيض، وربع كاس ديال الماء، وربع كاس ديال الزيت، وملعقه كبيره ديال الخل. نحط البيض ديالنا. انا درت كميه كبيره، تقدروا نتوما تنقصوا. زيت الزيت، ونص كاس ديال الماء، ملعقه ديال الخل، والمكسيو. نزيد لها الثوم والكورنيشو وزوج حبات ديال الفرomاج، شويه ديال الموطارد، شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود.
نكملو نخلطو مليح. كيما راكم تشوفوا لاصوص تاعنا راهي واجده. نوجدو السلطه تاعنا اللي فيها فرomاج روج، كورنيشو، زيتون اسود واخضر والسلطه، سكالوب اللي كنا قطعناهم، نقيمو البيض. نقطعو السلطه تاعنا من الاحسن باليد. نضيف لها الزيتون الاسود مع الاخضر والكورنيشو الفرomاج روج. ديروا الفرomاج اللي حبيتو. نزيد لي زيسكالوب، خبز توست راح يعطينا قرمشه، طماطم والخيار مقطعين. كنت خليت منهم كامل شويه باش نزين بيهم في الاخر. نضيف لاصوص ديالنا، ونخلط. كيما راكم تشوفوا زينتها بشويه ديال البيض. نتمنى تجربوها باسكو على بالي راح تنال اعجابكم. ما تنسونيش بجام ابوني للصفحه. الى اللقاء.